الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيات ومباركات ومحبات إلى مقام صاحب العصر والزمان، اللهم أجل وليك الفرج، إلى مراجعنا العظام، إلى حوزتنا العلمية، لا سيما زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف، مرجعنا المفدى، ناموسنا وعزنا وعزوتنا، الإمام السيستاني أدام الله ظله الشريف. تحية وتبريكات إلى جنابكم جميعا بذكرى ولادة علة الوجود الصديقة الكبرى والسيدة العظمى، أم أبيها وسر بنيها وسر الدنيا وما فيها. نسأل الله أن يجعلنا من أولياء الزهراء ومن خدام الزهراء ومن محبي الزهراء. أبيات تصفحتها قبل قليل للشاعر المهذب علي أسيد العاملي، وهذه الأبيات ذات مستوى عالي من الرقي واللطافة، أحببت أن أشاركها معكم. الكون بتحفتك استبشر، إنا أعطيناك الكوثر. طه في ليل الإسراء ناداه رب الآلاء، أصعد أصعد في العلياء كي تقطف نور الزهراء. شانئك اليوم هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر. طوبى أخذت منها الشانة، شجرة طوبى، طوبى أخذت منها الشانة، فلقد عرفت بعض المعنى. هل أدلت للهادي غصنا أم أسماء الله الحسنى؟ في التفاحة سر يظهر، إنا أعطيناك الكوثر. جلت في صلب المختار كي تودع أم الأطهار، فإذا فيها أذن الباري شأت مشكاة الأنوار، والمصباح بها قد أزهر، إنا أعطيناك الكوثر. لما ولدت بنت الهادي ضحكت بالثغر الوفادي، فخديجة عند الميلاد كانت يا كرار تنادي. مرج البحرين هنا يذكر، إنا أعطيناك الكوثر. بجمادي جبريل سرى لعلي قد نشر العطر، فتهيأ حيدر للبشرى، ولدت صديقتك الكبرى. بشرى الباري لأبي شبر، إنا أعطيناك الكوثر. فاء فياض بالعطف، ألف أمن يوم الخف، طاء ظهر سال بلطفي، ميم بمحمد ذا يكفي، ومعاني فاطم لا تحصر، إنا أعطيناك الكوثر. ماذا أحصي في معناها، وبها قلبي عرف الله. لم يخلق خلق لولاها، لا حيدر كان ولا طه. للكاف وللنون المحور، إنا أعطيناك الكوثر. حدث عنها وبلا حرج، لا لن تلقى حرف الدرج. فاطم بلغت أعلى الثبج، فهي الحجة فوق الحجج. هي همزة وصل لا تبتر، إنا أعطيناك الكوثر. لما تخطو أم الصفوة جنات تورق في الخطوة، هي من فاقت نون النسوة. فاطمة القدوة للقدوة، يا من والى الزهرة فافخر. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. جرت بعض العادة على أني أذكر أمير المؤمنين في أغلب المحافل المهرجانات، وغالبا ما أذكر أمير المؤمنين بقصيدة للشاعر المرحوم عريان السيد خلف،
أحب أن أشاركها معكم اليوم أيضا، سيما وأني قرأتها في هذا الجامع المكرم، في هذه الحسينية المكرمة. فيقول في علي بن أبي طالب: عدينا الليالي السود وطباع السنين خيولها مسابك، وتحملنا الجروح سنين وجروح الزلم من تلجم تغمق، وكيح الدنيا صلفة عين تجفي بساع من تعشق، جفت من سال دم هابيل وضاع الصوت واسم الحق، دفن قابيل دم هابيل وظل بس الغراب اللي يبحث وينعق. اخاف تقول شيعي واللي يحب البيت باهل البيت يتعلق، محمد بالوداع ايش قال؟ مو شعلنها طق بطق، رفع كفه وهتف باسمه على الرايه على الايه على بحر العلم، واغمق على هارون من موسى، هبوب عذاب لو نتق، على لو ما تدارك نوح شاغط والسفينه شراعها شقق، على لما تنخب نخوة اسماعيل طق البير ما يزرق، على لما تخل ذنون خلى الحوت بطرة في الجرف يطلق. وين الحق؟ دخل نتمايز ويا الحق، النبي يحيى بمخالب جسة المنشار ظل ينشق، وحاضر من علاه السيل بتفار الدم تعلق، وطباع السنين خيولها مسابق، على الفرحة على شمعة على دمعة على قبل الخلق مخلق، يا اللي وهب ثوبه دقلني ورقع الفتك. تجي له حكاية الوجدان والقصة من الخجل تأرق، واريد الصوت كلمة حق، اريد الصوت كلمة حق، كل من عاد ابو الحسنين الف نعلة على بويه منين ما نتك. اريد الصوت كلمة حق، كل من عاد ابو الحسنين الف نعلة على بويه منين ما نتك. ويجينا الصوت ولو حبك حبل يقطع هوى الزردوم، انا اول حبيب بحبك اتعلق، انا اول حبيب بحبك اتعلق. خاطره يعني قصه قصيره مثل ما نقول، خلي شويه نطلع منها. وهسه خطرت لي انا يوم من الايام في محافظه الديوانيه، وخطار على احدى عشائرنا الأصيلة العربية العريقة في محافظة الديوانية. تعرفون الديوانية مشهورة بالأبيات الدارمي، هذا الشطرة اللي صرفت هيك قصير. فجزاهم الله خير، عزبوا الجماعة، جابوا المفضع جابوا الغداء، احنا هم تغدينا ارتاحينا شوي، صار عندنا واهس. فيظهر عندهم فد عادة هناك انه بعد الغداء بعد الكذا هاي التعلولة تصير عبارة عن جلسة سمر، ينقر بيها شعر ينقر بيها كذا، صرفت سوالف لطيفة بعد المفضح. من بعد المفضح، وانت اهم شيء بعد المفضح. فالشيخ الرجل ابو المضيف العامر الله يعمره ان شاء الله قال يلا اخوان احنا بعد خلينا نعذب استاذ عباس وكذا وقاعدين، خلينا نصير في الجلسه في التعزوبيه. فاحد الشعراء جالسين من يمه قال انا ابديها بابو فاضل. انا هم قلت هذا خير ما يبتدأ به، شوش يعني انا واحد خوش يبدأ بعد غير ابو فاضل، هذا اجمل ما يمكن ان تبتدئ به. فحكى بيتين من الدارمي، والامانات تقال يعني انا ما سامع دارمي او على الاقل بيتين في ابي الفضل العباس بهذا الوصف. الله يذكره بالخير قال عصب عيون النوق، عصب عيون الناقات الجمال، عصب عيون النوق شق من عباته. ابو الفضل العباس مزق من العباءة وعصب عيني الناقة. ليش؟
عصب عيون النوق شق من عباته وما خلنا تدير عين الخواته.